بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام والمشاهدات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأصلي وأسلم على خير من هدى الناس رحمة للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحباب الكرام، أحييكم في رحاب هذه الحلقة من قناة سلام، هذه القناة المباركة، في الحلقة رقم 59 في برنامج مع اللغة العربية. طبعا أنا أسجل هذه الحلقة بحوله تعالى قبل أن تبث الحلقة 58، وهي كانت الجزء الأول من اللامية. قد ترد ملاحظات وإن شاء الله وتعليقات، وهذا ما أتمناه في الجزئين، وأنا على أتم الاستعداد لتقديم كل الملاحظات التي سترد وأتمنى ذلك في الجزئين الأول والثاني، يعني في اللامية بشكل عام. نقدا، يعني أيا كان النقد، وسنقدم ما يكتبه الناس تعليقا على ما جاء في القصيدة. وسعيد جدا أن أقدم لكم اليوم الجزء الثاني من الحلقة، وهي تكملة للامية. وقد توقفنا في الحلقة السابقة عند قول سلوا الفارس المقدام لا بل سلوا الوغى، غداة تلقاها حفي الزلازل، فقبلها عشرا وأخرى مزلزلا، إلى أن ذراها فلة دون واصل، إلى فسحة أو برهة تحتمل بلا تخامر، صفو الود منا لم تسائلي، وكنتم قديما حطب قدر فأنتم الآن حطاب أقدر ومراجل. هذا البيت الأخير هو اقتباس من لامية أبي طالب، والد الخليفة الأمير أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رحمة الله عليه ورضي الله عنه وأرضاه. واصل فأقول: المشاهد الكريم، فلو أن ما في الأرض عدلا وحكمة وقسطا يميز بين جاد وهازل، لما حكم الأقوام في أمرهم لعن كذوبا وهتاكا ضليلا مخاذل. فكم عاقل أضحى يقلم رأيه، وكم فارس أمسى ذباب المنازل، وكم سل قبحا من لهات زعيقه، أفاك وبواق دليل الدواغل، وكم عالم أشقاه حمل علومه، فابتيع مختارا لزمرة واغل، يناصر أذنابا يلفق أخبارا، ينشر ما واراه أولو التطاول، يدلس عورات يزيف أحداثا، يمني بلا حق ويشرى بلا ولي، وكم سارق أضحى في يوم وليلة وزيرا وعرابا للعهر ناقل، وكم بائع للعرض نشر عفنه، وكم لكع أزرى فضيلا لخاذل، لحى الله أقواما يصول بغاثها يمينا بلا فهم شمالا بلا طلي. أعود لشرح بعض المفردات والكلمات الواردة في الأبيات السابقة. قلت: فلو أن ما في الأرض عدلا وحكمة، هذه الحياة التي نعيشها لو كان فيها عدل وحكمة وقسط يميز بين جاد وهازل، بين من هو جاد ومن هو هازل في شؤون الناس العامة طبعا. فلو أن ما في الأرض عدلا وحكمة وقسطا يميز بين جاد وهازل، لما حكم الأقوام في أمرهم لعن. واللعن هو الرجل الشره الحريص
لما حكم الأقوام في أمرهم لعن، وأن تحكم الأقوام في أمرها، أن تجعله سيدا عليها أو رئيسا لها أو أميرا أو شيء من ذلك، أن يتحكم في أمورك. وأنا رمزت وقلت الأقوام لسنا قوما واحدا في إريتريا، نحن أقوام. لما حكم الأقوام في أمرهم لعن، ذلك الشره الحريص كذوبا. هذه كلها صيغة تفضيل، يعني صيغة مبالغة. لعن كذوبا وهتاكا، الهتاك الذي ينتهك العرض. وانظروا إلى واقعنا، ما أكثر اللعويون والكذابون والهتاكون الذين ينتهكون العرض. وضليلا كذلك، الضليل هو الرجل الفاسق والمخاذل المتخلي عن النصرة. ومن تحكم في أمر هذه الأمة يعني تنطبق عليه كل هذه الصفات: لعن وكذوبا وهتاكا وضليلا ومخاذل. فكم عاقل أمام هذا الواقع الذي نعيشه، فكم عاقل أضحى يقلم رأيه. كثيرون من العقلاء قلموا آراءهم فانزووا في خانة من التفرج والتأمل فقط. فكم عاقل أضحى يقلم رأيه، وكم فارس أمسى ذباب المنازل. بعد أن كان فارسا اختار لنفسه أن يكون ذبابا في المنازل. والذباب لا حول له ولا قوة، يعني هذا وصف للحالة. بعد أن كان فارس تحول إلى ذباب. وكثير من الواقع الذي نعيشه تؤكد هذه الرؤية التي أرى بها. هذا ما أراه برؤية شاعر: وكم سل قبحا، يستل السيف، لكن في مجتمعنا القبح أصبح كالسيوف. وكم سل قبحا من لهات زعيقه، واللهات هي اللحمة المشرفة على الحلق. كثيرون الذين يزعقون، والزعيق هو الصياح المرتفع مع الخوف، فيه خوف شوية رجرجة. وكثيرون من أولئك وكم سل قبحا من لهات زعيقه أفاك، أولو الإفك وأصحاب الإفك، وبواق الذين يطبلون للمجموعة. دليل الدواغل، والدواغل هو كل ما يفسد الأمور والواقع كما نراه. وكم عالم أشقاه حمل علومه. هذه الكلمات هي أقرب إلى الحكمة منها إلى الكلام العادي. وكم عالم أشقاه حمل علومه، فابتيع مختارا لزمرة واغل. هو يحمل علم، لكن هذا العلم أشقاه حمل تلك العلوم لأنه ليس صادقا مع نفسه، فكأن علومه هي حمل عليه، فشقي بهذا العلم. كثيرون قد لا تستغرب، يعني رجل عادي يمكن أن تنطلي عليه أشياء، لكن أن تكون أنت رجل متعلم مثقف وهكذا. وأنا رمزت إلى العالم، والعالم هي غير المتعلم لكن عموما في واقع المجتمع وانتشار الأمية بشكل فظيع، فالمتعلمين كأنهم علماء وكم عالم أشقاه حمل علومه، فابتيع مختارا، باع نفسه. مختار باع نفسه لزمرة واغل. هذه الزمرة الواغل، والواغل هو الذي يأتي في الأمور من غير دعوة، متطفلون. أنا أنظر إلى من يتصدرون المشاهد وكأنهم آتون بغير دعوة إلى هذا المجتمع، ولكنهم يسوسوه. فابتيع مختارا لزمرة واغل. ما هي وظيفة أولئك العلماء الذين أشقوا حمل علومهم والذين كانوا فوارس وأصبحوا أذبة؟ يناصر أذنابا. والأذناب بالمناسبة هي الذي يأتي في الخلف، ونحن الأذناب ما نعني بهم الجواسيس والعيون وما إلى ذلك، والذين هم في المستوى الحقير يناصر أذنابا.
يلفق أخبارا، ينشر ما واراه أولو التطاول، ما ستره أولو التطاول. حتى أولئك المتطاولون يسترون شيء، ولكن هؤلاء الأذناب وهؤلاء الذين ابتيعوا لزمرة الواغل ينشرون ما واراه، أي ما ستره عنه، ما يحاول أن يستره، وإن كان في مجتمعنا ليس هنالك سترة من أولئك الطغمة، لكن هؤلاء الأذناب يناصر أذنابا، يلفق أخبارا من ما في يقلق الأخبار، ينشر ما واراه أولو التطاول، يدلس عورات، يزيف أحداثا، يمني بلا حق ويشرى بلا ولي. يمني يقول غدا وإن غدا وما إلى ذلك بلا حق، كلها باطل، ويشرى بلا ولي، يمني الآخرين وهو يشرى بلا ولي. يشرى يبيع نفسه، ودائما البيع فيها شاري ومشتري ولي وهكذا يعني، ولكن هو يشرى بلا ولي. والولي هنا قد تكون الثمن، وقد يكون فاتورة، وقد يكون، لكن هؤلاء يباعون بلا فاتورة بلا ثمن بلا شيء. وأدخل في العمق أكثر وأقول: وكم سارق أضحى في يوم وليلة وزيرا وعرابا للعهر ناقل. وكلمة عهر معروفة، هؤلاء الذين كانوا بالأمس سراقا أضحوا في يوم وليلة وزراء وعرابين، يعني يروجون ويطبلون، عرابون للطغمة الحاكمة ولهذا الواقع البئيس. وكم سارق أضحى في يوم وليلة وزيرا وعرابا للعهر ناقل. ليس أمرا سهلا أن تصبح وزيرا لأمة من الناس. حتى الكتاب زمان في العهد السابق، يعني الكاتب لما يكون للحاكم للأمير ولا للوزير، الكاتب لا بد أن يعني يتصف بقدرات عالية من المعرفة والعلم والحكمة والصفاء والقدرة والتأمل وأشياء كثيرة. انظروا إلى من يسوسون أمور هذه الأمة المظلومة المنكوبة النائمة، وزراءها وعرابيها الذين ينقلون للعهر، والسياسة فيها عهر والإدارة فيها عهر. وكم بائع للعرض، بائع يبيعون أعراضهم، وكم بائع للعرض نشر عفنه، نشرها على الناس. وكم لكع أزرى فضيلا لخاذل، واللكع هو الرجل شديد اللؤم والحمق، يعني هو ليس كفاية أن يكون لئيما، ولكنه شديد اللؤم، وفي الحماقة هو سيدها. وكم لكع أزرى فضيلا لخاذل، يعني أزرى فضلاء لينصر أولئك الطغاة الفضلاء، يعني أزروهم لذلك الذي خذل الناس في أمانتهم، في عهودهم، في حقوقهم، في كل شيء. بالتالي قلت في نهاية هذه المشاهد المؤلمة: العقلاء الذين قلموا آراءهم، والفراس الذين أصبحوا أذبة، والذين يستلون قبحا من لهات زعيقهم، وأولئك الأفاكون والبواقون ودليل الدواغل، والعلماء الذين أشقاهم حمل علومهم فابتيعوا. كل هؤلاء، هذا المشهد، والسراق الذين أصبحوا في يوم وليلة وزراء، والذين أولئك اللكع الذين أزروا فضلاء للخاذلين. قلت: لح الله أقواما، يعني آسف أن أقول ذلك، قبح الله إلى درجة اللعنة، قبح الله أقواما يصول بغاثها. وشرحت كلمة بغاث: يمينا بلا فهم، شمالا بلا طلي. أن اتجهت يمينا وشمالا، أماما ووراء، إذا كان هذا المجتمع، فأنا قلت: لح الله أقواما يصول بغاثها يمينا بلا فهم، شمالا بلا طلي. ثم
دخلت إلى مسألة ذاتية، وقد لامني جهل اللئيم بلؤمه. كثيرون يلومونني، وطبعا الإنسان يلام يعني، والكمال لله وحده، لكن يلوموننا في هذا الموقف. على سبيل المثال، حبنا لهذه اللغة العربية مثلا، يعني على سبيل المثال، هنالك من يسوءهم أن يكون برنامج يهتم باللغة العربية. هؤلاء، لأن أولئك الذين، الأصناف من البشر الذين رأيناهم لا يتماهون مع هذه الرسالة، يعني يعضون على أنامل الغيظ إذا قلنا بسم الله، إذا صلينا على المصطفى، إذا تمسكنا بالقرآن، حتى بمشروعنا الوطني، حتى بموقفنا السياسي يلوموننا. وليته كان لؤما، لؤم العلماء، لكنه لؤم الجهلاء ولوم اللئيم. وقد لامني جهل اللئيم بلومه. لماذا؟ رضا ربه الفرعون هوى لعاذلي. تناسى بأني من إذا المجد احتفى بأمجاده الأمجاد أرى في الأوائل. هذه نفس شاعر، لكن من هم أولئك الأوائل؟ تناسى الذي يلوم بأني من إذا المجد احتفى بأمجاده الأمجاد أرى في الأوائل. أولئك الذين فهم شرفوا الأقوام قدما وتالدا، وهم زينوا الدنيا سرات الأفاضل. يعيب حديث المرء عن أصله فتى عيي بن عي في النهى والتناسل. فأولئك الأقوام الذين أنا أنتمي إليهم فكرا وثقافة ورؤى وعقيدة وإسلاما ولغة وثقافة، شرفوا الأقوام قدما وتالدا. التالد هو كل ما اجتمع من قديم موروث، قدما وتالدا، وهم زينوا الدنيا سرات الأفاضل. أولئك الذين أنتمي إليهم زينوا الدنيا. ولكن يعيب حديث المرء عن أصله فتى، حتى أن تتحدث من أنت وإلى أين تنتمي وما هو فكرك وما هي عقيدتك وبتاع، فوحدين يشوفوها سبة. فقلت يعيب حديث المرء عن أصله فتى عيي بن عي في النهى والتناسل. والعي هو العجز عن التعبير اللفظي، والنهى أولو العقل والحكمة. إن في ذلك لآيات لأولي النهى في القرآن الكريم. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وآمن في القرآن الكريم. ولذلك من ليس له أصل يعيب الآخرين أن يتحدث من هو. والله سبحانه وتعالى قال: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ربطها بالتقوى، لكن شعوب وقبائل نتعارف، هكذا خلقنا المولى سبحانه وتعالى. فبعدين أجي هنا وأقول يعني شيء أقرب إلى الحكمة: فكل بما قد سل منه مفاخرا. أي إنسان يفاخر بما قد سل منه مفاخرا، وكل بما قد قد منه خنا جلي، وكل بما قد شرفته أرومة، وكل بما قد خلق من خناجل، وكل بما قد عقلته يد العلا ترقى من العلياء ما ليس آفل، وكل بما قد شيد من ترفع عن الحاجة السفلى وإسفاف سافل. فإنك يا ربي كريم مسامح، فاغفر لذلاتي واجمعني مع الأولي. ولذلك إذا كان أولئك يعيبون أن يتحدث الإنسان عن مبادئه وعن قيمه وعن تمسكه وعن أصله وهكذا، فقلت فكل بما قد سل منه مفاخرا. كل يفاخر من أين جاء، ولكن التقوى في محله. وكل بما قد قد منه خنا جلي، والخنا هو الفحش في الكلام. وكل بما قد شرفته أرومة، والأرومة هي النسب الطيب،
الذي يتصف بالصفات الحميدة والأخلاق والقيم النبيلة يعني. وكل بما قد شرفته أرومة، وكل بما قد خلق من خناجل. والخناجل هي المرأة الجسيمة الحمقاء الصخابة البذيئة. فإذا كان هو من تلك البيوت فإنه يكون هكذا صخابا وبذيئا، وهكذا فيما يتلفظ به، فيما يقول، فيما يزعم، فيما يطبل لأولئك الذين يسوسون أمر أمة كانت بالأمس حطب قدر، وقد صاروا كما قال أبو طالب حطاب أقدر ومراجل. وأقول وكل بما قد عقلته يد العلا. يد العلا تعقل الإنسان، يترفع بعقله. وكل بما قد عقلته يد العلا ترقى من العلياء ما ليس آفل. يرتقي، ينال من العلياء من القيم والمثل والأخلاق. وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. أمير الشعراء أحمد شوقي رحمة الله عليه. وكل بما قد شيد من ترفع عن الحاجة السفلى وإسفاف سافل. كل يعني على قدر أهل العزم تأتي العزائم. فإنك يا ربي كريم مسامح، فاغفر لذلاتي واجمعني مع الأولي. ألوذ برب الخلق حتى ألاقيه. هذا الواقع المرير والأليم. ألوذ برب الخلق حتى ألاقيه، لهوفا إلى مرضاته جد سائلي. جنانا وروضات بها الحور والهنا، حياة بلا موت سرور التقابل. وما كنت أدري أن عمرا يطول بي، أشاهد سراقا وأحفاد جهلي. يسوسون أقواما كراما أعزة، تواريخهم شمس الشموس المواثل. فكم ساقط قد باع ثارات والد ببخس من الأثمان أو كأس باقل. يلوذ بأحضان أذلته يافعا، تجرع مر الكأس من خمر جائل. يصادق من أشقاه حيا وميتا، وأرداه مطرودا يتيما بلا ولي. أيضا فيها شيء من الحكمة والتأمل. أسأل الله أن يجمعنا في جنان وروضات بها الحور والهنا، حياة بلا موت سرور التقابل. هذه كل قيم مأخوذة من القرآن الكريم. لا صخب، لا أمت، لا شيء. في جنات النعيم. أسأل الله أن يجمعنا وإياكم في جنانه إن شاء الله. وقلت وما كنت أدري أن عمرا يطول بي. قرأت هذا البيت لواحد من شعرائنا الطيبين الكرام المقتدرين يعني. فقلت وأنا أقرأ له وما كنت أدري أن عمرا يطول بي، أشاهد سراقا وأحفاد جهلي. فقال لي يا أخي أنت عمرك كم يعني عشان تقول أن عمرا يطول بي؟ يعني الكلام ده ممكن يقول واحد عمره 90 80 سنة وهكذا. ما كنت أدري أن عمرا يطول بي، أشاهد سراقا وأحفاد جهلي. يسوسون أقواما كراما أعزة، تواريخهم شمس الشموس المواثل. والمواثل الذي يماثله ويشبهه. تاريخ الشعب الإرثي كان تاريخ الشموس، شمس المواثل يعني. وكانوا أقواما كراما أعزة. وأنا ضربت مثل واحد من تلك المعزة والكرامة والأنفة التي كان يتمتع بها هذا الشعب. صحيح يعني أعمارنا ما كثيرة، ولكن يعني العمر الذي تشقى فيه وترى هذه المظالم الواقع على الشعب، وليس هنالك من يقول الحقيقة بالقيم المثلى بتاريخ هذا الشعب. والله أنا كأني عشت أكثر من 100 سنة. لأنه اليوم الذي تتعذب فيه وما مرتاح كده، وكأنه أيام طوال. فالعام بعشرات الأعوام، هكذا أنا أراه يعني. فبشوف أنه عمرنا كثير يعني. عمرنا في مأساة هذه الأمة التي
لا تعمل حتى مجرد المباشرة أو النية ذاتها أنه تتخلص من هذا الطغيان وتفتح يعني نافذة للشمس يعني. فقلت وما كنت أدري أن عمرا يطول بي أشاهد أزلاما أو أشاهد سراقا وأحفاد جهلي يسوسون أقواما كراما أعزة تواريخهم شمس الشموس المواثل. برضو أجي وأقول فكم ساقط قد باع ثارات والد. والله من يبيع ثارات والده أنا بالنسبة لي هو ساقط، والساقط هو الذي لا قيمة له. يعني وصلنا مرحلة أن الإنسان لا يثأر لظلم والده، أقرب الأقربين إليه والموصون بهم طاعتهم الوالدين حياة ورحيلا. والقرآن الكريم كله موجود أكثر من في 7 ولا 8 مواقع كما شرحها الشيخ محمود شلتوت قبلي. والله قبل التسجيل كنت أستمع إليه، جاب كل الآيات، أشير إلى واحدة: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما ليس هذا فحسب واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ليس هذا فحسب يقول وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والله في مجتمعنا الإريتري في ناس باعوا ثارات والديهم، نكبوا وأصيبوا في آبائهم وأمهاتهم، ولكن أبنائهم باعوا تلك الثارات. بماذا باعوها؟ ببخس من الأثمان أو كأس باقل. والباقل لما نقول بقلت الأرض أخرجت بقلها، فومها وعدسها وبصلها. فكأس الباقل الذي يخرج لهم هذا الطاغية وهذه الزمرة يعني يكفي أن يبيعوا ثارات والديهم إما ببخس من الأثمان أو لمجرد كأس باقل، كاس كده قاعدة وكده لا مؤاخذة. والله هكذا، ومشاهد كثيرة موجودة من هذا، أو هي رمزية لشيء. يعني ما هي هذه أشياء حتى محرمة في ديننا يعني. تلك الخمرة بالآيات ال4 النازلة فيها فانتهوا إلى أن قالوا انتهينا. يبيعوا ثارات الوالديهم حتى بالحرام يعني. هذه الرمزية التي أود أن أقولها. ذلك الساقط يلوذ بأحضان أذلته يافعا، يلوذ بأحضان، تلك الأحضان التي أذلته هو يافعا تجرع مر الكأس من خمر جائل. برضو يبيعوهم بشيء لا قيمة له وممنوع. والجائل هو الذي يجول من مكان لآخر، ومنها الجوال هذا الذي نجول به. حتى هذه المحرمة التي باعوا بها ثارات والديهم هي جائلة، والجائل ده ممكن يبيع أي حاجة ويشيل أي حاجة وهكذا. ومزيدا من الوصف أقول يصادق من أشقاه حيا وميتا، يصادق أولئك الظلم الفجر الكفر بحقوق المواطنة والإنسانية والدين وكل شيء، يصادقونهم. يصادق من أشقاه حيا وميتا، حيا بالنسبة لأبيه تاريخا، ميتا بالنسبة له، وهنالك أحياء هم أموات. لكن هذه الحياة وتلك كلها يصادق من أشقاه حيا وميتا، أشقاه في الذي رحل وفي الذي بقى أو العكس، وأرداه مطرودا، أرداه مطرودا يتيما بلا ولي، لفظه من وطنه وخلاه يتيم يسوح يتكفف ويستجدي الدول والسفارات والمنظمات وما إلى ذلك، لأنه فقد والديه، فقد وليه من تلك الزمرة الحاكمة، فيصادق هذا الشقي وهذا الساقط. وكثيرون، هذا يريد نخش في تفاصيل أيها الناس، هذا شعر، والشعر لمح تكفي إشارته يشير إلى التمام بلا تمام، في قول الشاعر فراج الطيب السراج رحمة الله عليه. الشعر لمح تكفي إشارته، يصادق من أشقاه حيا وميتا
وأرداه مطرودا يتيما بلا ولي. أتوقف في هذه الفكرة ثم أعود لأكمل ما تبقى من حديث والأفكار التي واردة أو التي وردت في متن اللامية. أرجو أن تبقوا معنا مشاهدينا الكرام وتتحملوا هذه الجرعة شوية، فيها شيء من الوجع، لكنه وجع نبيل. أعود إليكم بعد قليل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام، وعدنا إليكم بحمده تعالى، والعود أحمد معكم مشاهدي الأفاضل أينما كنتم داخل الوطن الأسير الذي نتجرع مرارته ونحكيها شعرا، وخارج المدن وخارج الوطن في معسكرات اللجوء ومهاجر الدول والمدن وكل الآفاق. الآن دخلت إلى قصيدة النثر أو الحداثة، هذه الطعمة الاستعمارية التي رموها في بلاد المسلمين والعرب تحت اسم الحداثة والشعر الحديث وقصيدة النثر وما إلى ذلك. فالشعر العربي له ضوابط وله أسس التي يقوم عليها. فبقول: كفى رهط من أشقاه ظن حداثة، كفى رهط من أشقاه ظن حداثة وتلفيق أشعار من القول ذابل. قول الذابل ليس له حتى ليس له بريق، يعني كالغصون الأشجار الذابلة التي لا حياة فيها، لا روح فيها، لا طعم لا لون لا رائحة. كفى رهط من أشقاه ظن حداثة وتلفيق أشعار من القول ذابل، حروف بلا روح وسرد بلا معنى ونثر بلا شدو تخاريف عاطل. فما الشعر إلا روضة من حذاقة بها يزدهي بوح الجوى والتقابل، وما الشعر إلا فكرة ومظنة بها يسمق النحرير عند الوصائل، ومفلق قد أشجاه شد حروفه مهارة صواب وسحاح هاجل. ولي دونكم يا من ترون حداثة وما هي إلا سوء عذر لعاذل، فهلا رأيتم أو سمعتم مفوها يبلغ فصحاه من قول خابل، فلا غرو أن ينكب نحو سرابه ذو لوثة عجمى مسف لخامل، مفل ومفلول فلا من مفلل وفالول أفلى من مفل وفالل. أقول: كفى رهط من أشقاه ظن حداثة وتلفيق أشعار من القول ذابل، حروف بلا روح. هي حروف كده منثورة ليس فيها روح، وللشعر روح بل أرواح. وكما قال: الشعر من نفس الرحمن مقتبس والشاعر الفذ بين الناس رحمن. تلك الحداثة التي يزعمونها خاصة قصيدة النثر هي مجرد حروف بلا روح، سرد بلا معنى، ونثر بلا شدو. وللشعر شدو، أنغام يعني تحرك الداخل، تخاريف عاطل. والإنسان العاطل ده ليس له قيمة، وهي تخاريف ذاته. هذا قصيدة النثر. وأصف وأقول: فما الشعر إلا روضة من حذاقة. والإنسان الحذق حذق عمله، يعني أتقنه وأجاده. فالشعر روضة من حذاقة، روضة من يعني، والروضة معروفة يعني متعددة الأزهار والألوان والجمال، لكن هذا الشعر أيضا يحتاج إلى حذاق الرجل، أن يكون حذقا. لماذا؟ بها يزدهي بوح الجوى والتقابل.
وما الشعر ثاني إلا فكرة ومظنة، والمظنة أصل الشيء ومنبعه. والشعر العربي له ضوابطه يعني. وما الشعر إلا فكرة ومظنة، لا بد أن تكون في فكرة ورسالة، ليس الأدب للأدب، شعر للشعر، قل كما شئت يعني، بلا ضوابط يعني. فبقول ما الشعر إلا فكرة ومظنة، بها يسمق النحرير عند الوسائل، والنحرير هو ذلك الرجل الفطن الحاذق العاقل. لكن أن تكون شاعرا تهيم على وجهك كما تشاء، هذا ليس من الشعر الحكيم الذي له رسالة. بها يسمق النحرير عند الوسائل، والوسائل ما تمكنك من المداومة دون انقطاع، أن تتواصل يعني. ومفلق قد أشجاه شد حروفه، والمفلق هو الشاعر المجيد المبدع، ومفلق قد أشجاه شد حروفه. والشعر بالمناسبة يشجي صاحبه أولا ذاته، قد أشجاه شد حروفه. أنا ما قلت أشجى الآخرين، أنت الشعر هو قضية ذاتية، أنت تنطرب في البداية ويشجيك شعرك وشدوك. ومفلق قد أشجاه شد حروفه، مهارة صواب وسحاح هاجل. الشاعر المفلق هو صواب ماهر، يصوب هذه الحروف وهذه الأفكار والآراء في شعره، يصوبها كأنه يصوب برمح وسيف وما إلى ذلك. والأدب العربي والأدب الإسلامي معروف يعني كيف كان للشعر وقعه عند الأمم. رضي الله عن شعراء الإسلام جميعا، على رأسهم حسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه ورحمه. تحدثنا عنه في حلقة، كيف كان شعره، مهارة صواب وسحاح هاجل. والسحاح هو السحو، المطر الشديد الواقع على الأرض. الشاعر المفلق المجيد هو كالمطر سحاح، والهاجل هو المساجل الذي يساجل مساجلة هنا وهناك، يكتب بكل الألوان، في كل الضروب والدروب. ولي دونكم يا من ترون حداثة، لي دونكم أقول لهم يا من ترون حداثة، في الشعر الذي تصفونه بقصيدة النثر. ولي دونكم بعدا، ولي دونكم يا من ترون حداثة، وما هي إلا سوء عذر لعاذل. هذه التلفيقات والتواهين هي سوء عذل لعاذل. وبعدين أتساءل، فهل لا رأيتم أو سمعتم مفوها؟ هل لا سمعتم أو رأيتم مفوها؟ والمفوه هو البليغ جيد الكلام، يعني رجل مفوه نقول يعني يخرج من فيهه الكلام البليغ، الكلام الحكيم ذا قيمة ومعنى. فهل لا رأيتم أو سمعتم مفوها؟ خطيب يتحدث يستشهد بقصيدة النثر. والله حتى اليوم أنا لم أقف، لكن دائما يستشهد بالشعر، يضمن في الخطب الرسمية وغير الرسمية، ويستشهد به، يستشهد للدلالة البلاغية والدلالة النحوية والصرفية والبلاغية والإعراب وما إلى ذلك. كما قال الشاعر، ما شفنا ما قرينا حتى اليوم، لم نقرأ من قصيدة النثر، كما حتى في قصيدة التفعيلة دائما يتم الاستشهاد بالشعر أو بالحديث المصطفى أو بالقرآن الكريم. وطبعا يتدرج كما قال تعالى، ليس بعد ذلك شيئا أفصل من ذلك، يعني أن تدلل على معنى لغويا، معنى إعرابيا نحويا صرفيا، تستشهد بالقرآن الكريم، ويستشهد مع برضو في الأحاديث النبوية، وتستشهد بالشعر. يبقى للشعر العربي هذه المقامات، ينزلوها إلى هذه المستويات المنحطة الدنيئة، ما هذا لا يستقيم. فهل لا رأيتم أو سمعتم مفوها يبلغ فصحاه؟ يبلغ أنا أعني بها من البلاغة، يعني هي صيغة مبالغة، يبلغ أو يضمن فصحاه
لكن أنا قصدت أنه أقول يجعل كلامه بليغا، ليس بلغ ما أنزل إليك، لكن من البلاغة أن تبلغ لسانك إذا صحت العبارة. هذا اجتهاد مني، لكن يصح أن نقول يضمن فصحاه من قول خابل، والقول الخابل هو المفسد، هو قول الشيطان والجني، لا أصل لكلامه، كلام خرابيط يعني. لكن هذه الحالة أنا أصف بقصيدة النثر بأنه قول خابل وعدل، سوى عدلا لعادل. لكن أقول فلا غرو أن ينكب نحو سرابه، نحو ذلك السراب في قصيدة النثر، فلا غرو أن ينكب، طبعا في انكباب شديد يعني، ينكبون بلهف وشوف ما بعرف إيش، والمدرسة الغربية والمدرسة الإيش وعملوا مدارس لهذا الوهم الأدبي، يعني قصيدة النثر. فلا غرو أن ينكب نحو سرابه، من الذي ينكب نحو سرابه؟ ذو لوثة عجمى، الذين فيهم لوثة عجمى مسف لخامل. المسف عزيزي المشاهد هو الذي يطلب الحقير من كل شيء، مسف وإسفاف. ولما نقول أسف فلان يعني طلب الشيء الدنيء من الأمور، ونقول أسف السحاب يعني دنا من الأرض، بعد أن كان عاليا دنا من الأرض، نقول أسف. فهذه الحالة كأنها حالة لوث من به عجمة، وهي حالة مسف لخامل. بعد ذلك هذا بقيت شوية الحمد لله يعني وفقت في أن أعمل شيء من يعني كلمة واحدة هي، وشوف اللغة العربية المفردة هي يعني فيها تعدد بيسموها شنو في اللغة العربية، يعني أن تأتي من المفردة تأخذ منها الفاعل والمفعول، ويعني تعدد المعنى من اللفظ من العبارة الواحدة. فقلت مفل، هذه الحالة حالة الانكباب على ما هو دون الفصحى ودون العربية. قلت مفل ومفلول، فلا من مفلل، وفالول أفلى من مفل وفالل. لما نقول فل، من فل منه أو تناثر، والأرض الفلة هي التي لم يأتيها الماء وقد أجدبت. ولما تقول فل الشيء يعني ما لهوش قيمة أو خلاص انتهى. فبقول هذا النوع من الأدب هو مفل ومفلول، فلا من مفلل، وفالول أفلى من مفل وفالل. هذا هو الأدب الحديث وقصيدة النثر. جمعوا هذه الكلمات سترون المعنى، مفل ومفلول، فلا من مفلل، وفالول أفلى من مفل وفالل. أذهب أعمق من ذلك فأقول يخطون نثرا يدعون بزعمهم، يخطون نثرا يدعون بزعمهم حداثة شعر ليس للشعر واكل. واكل الأمر لما نقول سلمه وفوضه واعتمد عليه، ومنه الوكيل أن تكل شيء يعني. هذا الحديث ده قصيدة النثر يعني ليس للشعر واكل. يخطون نثرا يدعون بزعمهم حداثة شعر ليس للشعر واكل، بعيدا عن الإفصاح لا هزة له. هذا النوع بعيدا من الإفصاح لا هزة له، قريبا من التهويم حزمات شائل. والتهويم هو الشعور بالحاجة إلى النوم، من دار تنوم. فأقول ذلك النوع بعيدا عن الإفصاح لا هزة له، وهو قريب من التهويم. كلام بتاع الزول كده فاقد الوعي. حزمات شائل، والشائل هو كل ما ارتفع بلا جذور، يعني كده زي الدخان كده قايم. حزمات شائل وإذ هم أولئك الذين يروجون، وإذ هم كما تشلو نياق لرغبة مبغوضون مأفونون عند التناصل. وشلا أشل الحيوان يعني دعاه لطعام أو لحل. والمأفون هو المصاب بنوع من أنواع التخلف العقلي،
والتناصل هو الخروج والبروز. أقول: وإذ هم كما تشلو نياق لرغبة، مبغوضون مأفونون عند التناصل، فكيف يضم الشعر للنثر يا فتى، حداثة زعام صفو الهوامل. كيف يضم الشعر للنثر؟ شعر شيء والنثر شيء، فكيف يضم الشعر للنثر يا ترى؟ حداثة زعام، من الزعم صفو الهوامل، والهوامل هو المتروك والذي ليس له قيمة. هذا النوع من الأدب هو صفو الهوامل، يعني هو شيء مهمل من أولئك الذين يرون في أنفسهم أنهم صفوة. فأقول: الشعر شأو حصن أيك، الشأو البعيد، شأو الغاية والطموح والهمة والشيء العالي. الشعر شأو حصن أيك وذروة، عصي عليكموه أولو التسابل، والعصي عليكم شديد عليكم، صعب عليكم. ومنها: أراك عصي الدمع شيمتك الصبر، أما للهوى نهي عليك ولا أمر. أبو فراس رحمة الله عليه الحمداني. وأولو التسابل هم الخصوم، هم أولو التسابل خصوم مع الأدب، أو خصوم معنا نحن الذين نتمسك بماهية الشعر وقواعد وأصول وأدب وهكذا. فأقول لهم: الشعر شأو حصن أيك وقمة وذروة، والذروة هي الشيء العالي كذلك. عصي عليكموه أولو التسابل، والنثر نثر إن تدثر حلة، جلي هو التبيان في نثر كاحل. أنا لا أنكر وجود نثر، والله هنالك نثر أبلغ من الشعر. والنثر نثر والشعر شعر. النثر إن تدثر حلة، والحلة هي الثوب الجيد الجميل. يعني هذا النثر إذا ما تدثر حلة من البلاغة والفصاحة. وتحدثنا كثيرا في هذا البرنامج عن النثر الفصيح، وجبنا وأقرأ الكتب، يعني الكتب التي يعني في الأدب العربي هنالك نثر جميل أجمل من الشعر. لكن الشعر يعتبر هو قمة البلاغة، قمة أعلى شيء في البلاغة والبيان. عشان كده قال ربنا: وما علمناه الشعر، ما قال ما علمناه النثر، الشعر. ولذلك برضو مكانة الشعر لا يستشهد بالنثر كثيرا، لكن يستشهد بالشعر. جلي هو التبيان. أنا أقول: النثر نثر إن تدثر حلة، جلي هو التبيان في نثر كاحل. والكاحل مادة جاية من كحل، يعني وكأنه الذي متمكن من كتابته بالنثر كأنه يكحل هذه الحروف وهذه المفردات. ثم آتي إلى هؤلاء وأولئك فأقول لهم: مطموسون قد غالوا فخروا لعجلهم. مطموسون أولئك الذين يحاولون أن يزيفوا ويزيفوا المبادئ والقيم والمثل وما إلى ذلك. أقول عنهم: مطموسون قد غالوا، بالغوا، فخروا لعجلهم. ففي كل منحى هذي طفل وطافل. والطافل هو الذي يميل إلى نهايته. نقول: طفلت الشمس، أي مالت إلى الغروب، يعني ماشية. فأنا أقول: هذا هذي طفل وطافل. أولئك الذين يروجون للمدارس الجديدة، وكلها هي مؤامرات لسحب الناس عن قيم هذه اللغة. قليلا قليلا يقول لك: ما في داعي تهتم بالإعراب، ما في داعي تهتم بالقواعد، حتى ما تترك القرآن الكريم وتترك القيم. هي مؤامرة كبرى. أقول: ألم ترى أن الجهل أضحى معلما، يلازمه المأجور لا فهم فاجهلي. ألم ترى أن الجهل أضحى معلما، يلازمه المأجور لا فهم فاجهلي. وقد جاوزت فتوى المضل مساخة، وشاخت رؤى التصحير من جفن طاحل. فذا منبر قد حل
كبح مجونه، فزيدي من التقبيح يا هز وافعلي، كما فهفهت زليخ في يوسف التقي، وكذب أفروديت حلم الحوامل، فعربد كما شاهت وشاء لك الهوى، وعلل كما يرغو عتريف لخامل. أقول: ألم تر أن الجهل أضحى معلما، يلازمه المأجور، يلازمه كظله، يعني ما تابعوا المأجور لا فهم فجهلي، وقد جاوزت فتوى المضل مساخة، وشاخت رؤى التصحير من جفن طاحل، والطاحل لما نقول طحل الماء أي كدر واغبر. رؤى التصحير، هذه الرؤى هي كأنها تصحر العقل العربي، تصحره من علوم ومن مبادئ، فتخليه منبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. وقد جاوزت فتوى المضل مساخة، يعني فتوى المضل الذي يقول نعم للحداثة ونعم لأشياء، يعني أصبحت يعني مسيخة ذاته، يعني وقد جاوزت، يعني فاتت حدود فتوى المضل مساخة، وشاخت حتى شاخت رؤى التصحير من جفن طاحل، فذا منبر قد حل كبح مجونه. في منابر كثيرة إعلامية وغير إعلامية حلت كبح مجونة، فعربدت وفسقت وفجرت وتعرت، فزيدي من التقبيح يا هز وافعلي. والمرأة الهزة عند العرب هي المرأة المرتاحة للشر النشيطة له. وانظروا إلى منابرنا الأدبية والإعلامية وما إلى ذلك، فزيدي من التقبيح يا هز وافعلي، هكذا يقولون لها. كما فهفهت زليخ امرأة العزيز في يوسف التقي. وفهفه الرجل، لما نقول فهفه الرجل يعني كل لسانه، سقط من منزلة عالية. يقولون لها: فهفه كما فهفهت زليخ، راودته التي هو في نفسها في بيتها عن نفسه. وكذب أفروديت حلم الحوامل، وأفروديت هو إله الحب عند اليونان، يعني كذب حلم الحوامل. يعني هذه، يعني أفروديت كان يعني يقولون له انظر لنا، أرى لنا ما الحامل ده حتلد شنو كده بتاع. فأقول لهم: وفهفهت فهفي أيها المرأة الهزة كما فهفهت زليخ في يوسف التقي. وبعدين قالت الآن حصحص الحق، يعني أنا راودته عن نفسي. وكذب أفروديت حلم الحوامل، كلها أكذوبات هذه الممارسات التي تمارسها. فعربد كما شاهد، عربد أيها العقل المنفلت الذي لا تود أن تنضبط بضوابط القيم والمثل وما إلى ذلك. فعربد كما شاهد، شاه الشيء أي قبحه وأفسده، وشاء لك الهوى. والشعر فيه الهوى إذا لم يضبط بالضوابط الثلاث الذي قلناه. وعلل كما يرغو عتريف لخامل. لما نقول رغى الطفل بكى بكاء شديدا، رغى كلامه أي بمعنى كثر كلامه. وعلل كما يرغو يعني يقول ما شئتم. وهنالك أنصار لهذه المدارس المنفلتة التي تود أن تنال من قيم المجتمع العربي وخصوصيته. وعلل كما يرغو عتريف لخامل، والعتريف هو الخبيث الفاجر، والخامل هو الخفي الساقط الذي لا نباهة له. وعلل كما يرغو عتريف لخامل. جئت مشاهدي الكرام إلى القضية الإعلامية، فقلت: فضول على الإعلام في غير خبرة. الدخلاء على الإعلام كثر. فضول على الإعلام في غير خبرة، يشوه وجه العلم من قيء مأكل، كأنه يشوه هذا الوجه، وجه العلم. الإعلام علم يا أيها الناس، فالفضوليون يشوهون هذا العلم، وكأنهم يتقيؤون من مأكل يأكلون، فيتقيؤون أمام الناس. ويفتي كما لو أن في عقله شيئا من العلم والتحليل للجهل ناهل. يفتي ذلك الدخيل على الإعلام
وإذ هو مقبول هنا عن يمينه، وإذ هو موسوم بالسوء شأملي. والمقبول هو الفاسد المضطرب، مضطرب العقل والعاطفة. وإذ هو هنا مقبول هنا عن يمينه، وإذ هو موسوم، والموسوم من أعطى أو قلد وساما ليس منه في شيء، لا يستحقه يعني. وإذ هو موسوم، موسوم بماذا؟ بالسوء شأملي، والشأمل هو هناك يمينه وهنا عن شمال يعني. على الرغم من جهالته يدوه وسام، ما بعرف شنو، العلامة كده، الخبير، البتاع، المحلل، وهكذا. وإذ هو موسوم بالسوء شأملي تخبط مشؤوم. أنا أقول تلك الحالة تخبط مغشوم وسقطة مشؤوم، خبراء عرابون للشؤم رسلي. والمغشوم هو الجاهل بالأمور غير الفطن، ونقول فلان غشيم حتى في كلامنا العادي، يقول لك فلان غشيم، تبي حتى بالتقريت يعني وبالتقرية. تخبط مغشوم، تلاقيه يحلل ويعمل وكده وكله كلام فارغ. وسقطة مشؤوم، خبراء عرابون للشؤم رسلي. وتلك التي ظلت مصونة خدرها تعرت وقالت هيت ما أنت سائل. تلك التي ظلت مصونة خدرها، المرأة لا بد أن تكون في خدرها ومصونة، تعرت باسم الإعلام وباسم زي ما قال فراج الطيب رحمة الله عليه، وباسم الفن كم باعت رجال كرائمها ببخس من حطام. وباسم الفلكلور نعيد جهلا مشاهد من رذائلنا القمام. وتلك التي ظلت مصونة خدرها تعرت وقالت هيت أو هيت، هيت ما أنت سائل، أطلب أي حاجة من ذلك من الخجل المكنون والقول كيفما، فخذ قبحي المبذول منولا ونائلي. والمكنون هو المستور البعيد، البعيد عن الأعين. سرابك بالذي أرخى لي سهامها، وما البضلة الحسناء من غير حائل. والبضلة هي المرأة رقيقة الجلد ناعمة البشرة. سرابك بالذي أرخى لي سهامها، المرأة المتعرية كأنها تطلق أسهمها على المشاهد. أقول لهم ولكن وما البضة الحسناء من غير حائل، تلك البضة الحسناء من غير حائل وساتر، سوى مرتع مهزوء لا قيمة له، رقراقة فيصاء كمالا لكامل. والمرتع سوى مرتع مهزوء، المكان الذي ترعى فيه الماشية، والمهزوء يعني ملوش قيمة، لا قيمة له، من الهز يعني مهزوء. رقراقة فيصاء كمالا لكامل. والرقراقة هي المرأة التي كأن الماء يجري في وجهها. والفيصاء المرأة طويلة العنق. سوى مرتع مهزوء لا قيمة له، والعكس رقراقة فيصاء كمالا لكامل. هذه الحالة أنا أصفها فأقول تهتك أخلاق ونقص فضيلة، تعاويد ممسوخ عجول لعاجل. ولم أر في علم الأراضين كلها يسوق فوضاه دخيل لداخل، سوى هذا العلم قد تراءى مطية، فيمناه مأكول ويسراه آكل. أقول في الأخير يطلون خراصون دون تزود. طبعا السوشيال ميديا يعني كثر الذين يخرجون على الناس. يطلون خراصون دون تزود بقدر من التثقيف للنبل باذل، يعدون كم حازوا تعليقا ومعجبا، ويعمون عن عمد للفوضى ناعل. فلو كان تعداد الزوار مؤشرا لكانت نفايات الأذبة موئل. فما أكثر الذبان حين تعدهم جماعات ممسوخ ومسخا لهامل. لعمرك ما كان التألق سربة، سقوط من الإسفاف للسوء ناقل.
والأذبة جمع الذباب، والموئل الملجأ والمقر، مستقر يعني. فما أكثر الذبان حين تعدهم جماعات ممسوخ، ومسخا لهامل لعمرك ما كان التألق سربة. والسربة هو القطيع من الطير والحيوان. والذين يكتبوا ويعلقوا بتاع، أنا أشوفهم هم شيء من القطيع يعني. حتى هي أسماء مستعارة ما مفهومة ذات. سقوط من الإسفاف للسوء ناقلي. الآن آتي إلى آخر قضية، واستسمح أخواننا في القناة شوية نتجاوز ساعاتنا المحدودة. كتار يلوموني يقولون أن شعرك ما بنفهمه وكذا بتاع، فأرد على هؤلاء. يقولون لا تلقي علينا غرائبا، هم هكذا يقولون. يقولون لا تلقي علينا غرائبا، من الشعر يا هذا تلطف تجملي، حنانيك مألوفا من البوح مفهوما، رويدك من ذاك الفصيح المجلجل. ما حاقف في الكلمات عشان الزمن ما حيسعفنا، حأقرأ ما تبقى من الأفكار قراءة كاملة. يقولون لا تلقي علينا غرائبا، من الشعر يا هذا تلطف تجملي، حنانيك مألوفا من البوح مفهوما، رويدك من ذاك الفصيح المهجل أو من ذاك الفصيح المجلجل، ودعك من الإبحار في قمم الأولى، ترفق تمهل، إننا لم ننازل حروف بحور الشعر ثم كنوزها، فكيف بشعار قراض مجلجل يعانق أعلام القريض مفاخرا، يسابح في بحر الأولى لم يخابل، قوي هزيز الماحقات مجندلا، مخضل فويحاه علو المنازل، يهامس وجد الشامخات بحرفه، يلازم إعصارا لظاهن آسل، شمال على منه سماك ورامح، جنوب به هدب السماكين أعزلي، ينقب أشراف البيان معضدا، فهم ذروة الإفصاح صدر المحافل، فطرفة ثم البحتري وأوسه، معريه النعمان سقط الأيائل، وأبو فراس وامرؤ القيس والرومي، وابن الحسين سيد الشعر فاعقلي، تأبط شرا والحطيء وعنترا، وأبي العتاهية والأمير والأخطل، بردوني قد أضحى بالشعر مبصرا، كذا الطيب السراج صرما لم يجامل، وفراج والمهدي سقيانا جواهرا، تقلم أصوات العدو المزايل، فهم جاهروا بالذود عن شرف الحمى، وهم نازلوا بالشعر لا بالتنازل، قصائدهم دوما سيوفا مضيئة، وما ضرها من فصحة وهلاهل، أولئك هم نصلي، أولئك هم نصلي وسيفي ومحتدي، بهم يعرف النحرير يا هذا فاسألي، فكل له عندي مكانا معليا، لهم يرجع فضل الفضيل المفضل، وغيرهم كثر تعج بهم ضاد، إذا نطقت أذكت وإن صمتت جلي، فهلا فهمتم معشر القوم منهجي، فشعري محكوم من الذكر ناهلي، فهلا فهمتم معشر القوم منهجي، فشعري محكوم من الذكر ناهلي، وأعجب ما ردوا به من فهاهة، عصي على التصديق ما ليس كاللي، ألا طمطما لا تبرحن تطمطما، فطمطم وطمطم ثم طمطم وزايل. والطمطمة لما نقول طمطم الرجل قال كلاما غير مفهوم وغير فصيح، أي فيه عجمة ولوثة، واللوثة تعني الحبسة في اللسان، والمزايلة هي المفارقة والمخالفة. فقالوا لي طمطم، أنا بديت ألا بلغا عني في الروح لوعة، وأيلولة خصاه بشوق التواصل، برضو ختمت بألا. فقالوا لي ألا طمطما لا تبرحن تطمطما، ما تفارق الطمطمة، خليك كلامك ما فصيح، خليك كلامك فيه عجمة ولوثة،
قالوا لي أولئك الناس الذين يقولون أكتب بشيء لا يفهم، قالوا لي ألا تمطمن، لا تبرحن تطمطما، فطمطم وطمطم ثم طمطم وزايلي. زايل فارق ذلك البيان الفصيح. لله الحمد من قبل ومن بعد. أيها الإخوة والأخوات، حاولت أن أقرأ لكم وأشرح شيئا من لامية الأخيرة التي كتبتها في منتصف الشهر الفائت، واختمتها قبل أيام، وقصيدة قعدت لها قعدة شاعر يود أن يقول شيئا مفيدا يستفيد منه السامع والمشاهد ويحدث فيه لذة فنية. والأدب هو أن يحدث لذة فنية عند السامع والقارئ. شكرا على إصغائكم، وأشكر الإخوة في الطاقم الفني لإخراج هذه الحلقة والأولى وغيرها بالثوب الذي يليق بمقاماتكم السامية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دوما على خير. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تحياتي محدثكم أحمد شريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.